السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، معاكم رانيا عبد الرحمن وحلقة جديدة من برنامجكم سنة أولى جواز. بنستكمل مع بعض المشاكل اللي بتعكنن سنة أولى جواز. النهاردة أول مشكلة في حلقتنا هي إن كل واحد بيتوقع تغيير الشخصية. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني مثلا أنا أخدت جوزي وعارفة إن هو عصبي، وأنا قلت إن بعد الجواز هيتغير. انا خدتها وعارف مثلا ان هي مش متسرعه، وقلت لا انا هحاول ابطلها الموضوع ده بعد الجواز. الكلام دوت مش مظبوط، مفيش حد بيغير شخصيته يا جماعه. فعلشان ما نصابش بالاحباط لازم نعرف نتعامل مع الشخصيه العصبيه او مع عيوبنا بصفه عامه، عيوب الطرفين. مش نقول هنتغير، لا، مفيش حاجه اسمها ان الشخص اللي قدامنا هيتغير. وده طبعا مع الوقت هيسيب البني ادم بالاحباط. ايه ده؟ ازاي ده؟ انا كنت فاكره ان هو هيتغير، وهو كمان يقول ايه ده؟ انا كنت فاكرها هتتغير. لا لا لا، حاولوا نتعاملوا مع عيوب بعض علشان ما نعكننش علينا سنه اولى جواز. اما بقى عن السبب التاني، وهو في كل البيوت المصريه مع الاسف الشديد، هو عدم تنظيم الشؤون الماليه. بمعنى ان احنا بنصرف، ما بنبقاش عارفين ايه هي الاولويات، مش بنبقى عاملين حساب الميزانيه للاساسيات، وبالتالي بتحصل بقى المشاكل. انا عايزه، مفيش، ما انا لسه مديكي، الله، طب لا، ده البيت ناقص كذا، البيت محتاج كذا. طبعا دي اهم مشكله بتعكنن اي بيت، مش بس سنه اولى جواز، ده بتعكنن على مدى الحياه كلها اصلا يعني. طب احنا ازاي نخلص من الموضوع ده؟ الموضوع بسيط جدا. اول حاجه خالص، احنا لازم نبقى ماشيين بالورقه والقلم، نعمل حساب الاساسيات. ايه هي الاساسيات بتاعت اي بيت في اكل وشرب وفي الحياه بصفه عامه؟ عندنا مثلا اللي ساكن ايجار حديث هيحط الايجار على جنب، يعمل حساب الميه والغاز والنور على جنب، يبتدي يحسب الاساسيات زي المواصلات بتاعته، يبتدي يشوف هو مثلا بيحتاج كام فرخه في الشهر، فرخه ولا اتنين، هيجيب لحمه مثلا كيلو ولا نص، هيبتدي يجيب ايه الاساسيات، الرز، البصل، الطماطم، الفلفل، مش عارفه الحاجات الاساسيه اللي البيت ما يستغناش عنها. دي بنحطها في الاولويه وبنجيبها بالشهر وبنبتدي نخزنها في البيت. بنعمل حساب طبعا الفاكهه، بنعمل حساب فطار غدا عشاء، بنظبطوا حياتنا على اساس المبلغ اللي معانا. وبنشوف والله لو في كماليات يبقى احنا هنعمل حساب مثلا خروجه مره في الشهر، مش هنقول مره في الاسبوع علشان الظروف الماديه. لو احنا ظبطنا النظام المالي بتاعنا مش هيبقى فيه مشاكل خالص، ويا التظبيط يكون من الطرفين، يقعدوا مع بعض وكل واحد فيهم يكتب الاحتياجات الأساسية. أما عن السبب الثالث اللي بيعكن علينا سنة أولى جواز، هو إهمال عبارات المجاملات الحلوة. يجي من البيت حضرته بعد شهر 2 ما ياخدش باله ان هي لابسه حاجه حلوه، ما ياخدش باله ان هي حاطه برفان، ما ياخدش باله ان هي غيرت في نفسها حاجه شويه. هي نفس الحكايه، علشان بس محدش يقول ان احنا بنيجي على الرجل. الستات بردك ما تاخدش بالها ان هو حالق فتقول له نعيما، ان هو حاطط برفان مثلا فتقول له ايه الحلاوه دي، انه لابس حاجه مختلفه النهارده حتى لو كان طقم مثلا قديم بس منسقه او كويه. العبارات الحلوه بتحلي الحياه، وخصوصا ان الجواز بيبقى عباره عن روتين، فاحنا دايما محتاجين التجديد. فدايما خلوا للعبارات الحلوه مكان في حياتنا، هو ده الحل علشان نبقى دايما مبسوطين. فدايما يبقى فيه كلام حلو، دايما فيه يا حبيبي، يا بيبي، ازيك يا قلبي، عامله ايه. يبقى فيه رسائل كده من الاول، يعني رسائل حب كده ما بينهم على الفيس مثلا، مش للعامه، احنا مش بندخل الناس في حياتنا، لا، تبقى حاجه خاصه على الواتس، يعني تبقى حاجات بسيطه كده لكن بتبقى مهمه. ما نهملش المناسبات، اعياد الميلاد، مش هقول بقى عيد جواز وعيد خطوبه، لا، اهم حاجه اعياد الميلاد مثلا، عيد الجواز، بنحتفل بشكل مختلف علشان حياتنا تفضل دايما شهر عسل دائم. بشكركم مستمعينا الكرام، واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى جواز.